يا صباح الاستمورنينج القمر. اوقات كتير قوي في علاقات الصداقه بتاخد شكل او بتاخد دور غير الدور اللي هي المفروض تقوم بيه، بتتحول من جهه دعم، جهه سند، لجهه رقابيه، جهه عقابيه، جهه اجوار، جهه توجيه. والحقيقه ان الصحاب في دور بعض مش مضطرين ابدا ان هم يبقوا بيضغطوا على بعض او ان هم يجبروا بعض او ان هم يرفضوا بعض. دور الصديق الحقيقي ان هو يكون في ظهر صاحبه وقت ضعفه، ان هو يقويه لو حس ان صاحبه مش بيقوم بالدور اللي هو المفروض يقوم بيه، ويقويه هنا مش معناه ان هو بيجبره، انما بيقويه ان هو يحط له ايده على نقاط قوته ونقاط ضعفه علشان يستثمر اكتر في نقاط قوته ويقوي اكتر نقاط ضعفه. مهم قوي واحنا اصحاب ان احنا نكون في حاله قبول تامه لبعض. ليه بقى؟ لان احنا اخترنا بعض بكامل ارادتنا، مفيش حد فينا اتفرض على التاني. فمهم قوي تبقى في حاله القبول الشديده دي، لان ده بيقوي الحاله النفسيه لكل طرف فيهم. كل طرف لما بيحس ان هو مقبول، ما بيحسش ان هو مرفوض، ما بيحسش ان هو هيبعد عنه، ما بيحسش ان هو ممكن يفقد الناس اللي حواليه، فده بيساعده وبيقويه ان هو يكون دايما شخص افضل. والحقيقه ان احنا بنمارس دور التوجيه والعقاب والاجبار مع صحابنا من واحنا لسه في عمر صغير، من واحنا لسه تقريبا في سن المراهقه. بنبقى فاكرين ان ده حب لان احنا بنمارس معاهم الحب اللي بيمارسوا معانا اهالينا، فبنعتقد ان دور الصاحب الحقيقي هو ان انا اكون دور الاب ودور الام. فمهم قوي نعرف ان احنا في حياه بعض كصحاب احنا ولا احنا اب ولا احنا ام، احنا مجرد اخترنا بعض بكامل ارادتنا، بكامل عيوبنا، بكامل ايجابياتنا وسلبياتنا، فنكون دايما في ظهر بعض ونكون دايما سند لبعض ونكون في حاله قبول تامه لبعض. وحتى في وقت غلطنا نقول ايه الصح ونقول ايه الغلط ونكون مرايه لبعض، بس في نفس الوقت ما نجبرش او ما نكرهش او ما نبعدش او ما نهددش ان احنا مش هنكون موجودين. اكون في ظهره وقت ما يحصل مشكله، وقت ما احس ان هو خلاص هيقع احاول اسنده بكل ارادتي وبكل قوتي. ومهم قوي 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 ان احنا كصحاب نكون في حياه بعض في امان تام. امان من ايه؟ امان ان احنا نبقى شايفين بعض على حقيقتنا، امان ان احنا هنكون سند لبعض وظهر لبعض في كل موقف واي موقف. وبس كده، شكرا.